حبايبي، رجعت لكم اليوم ان شاء الله تعالى فيديو جديد وان شاء الله ينال اعجابكم. بالبدايه لا تنسوا اللايك وضغط على زر الجرس والاشتراك ان شاء الله تعالى ليوصلكم كل جديد. انا قلت لكم بدي اعمل لكم متبل شوندر، وهلا رايحين نساوي وباذن الله تعالى بتجربوه ما بتندموا. انا سلقت الشوندر وقشرته، انا عندي حوالي الكيلين، يعني انتو حسب الكميه تعملوها ما بتفرق. حبايب القلب، أكلة بسيطة وسريعة جدا، 5 دقايق بتصير معنا بإذن الله تعالى. أنا عم بعملهم بحضرة الطعام اليدوية، ما بدي يعني يكونوا ناعمين كتير ولا أبسط من هيك. شايفين حبايبي؟ ضربة تاني بيطلعوا تمام بإذن الله تعالى. هاي حبايبي بهالطريقة هاي عملت أول وجبة، بقى علي وجبة تاني كفيهم برجع لكم بإذن الله تعالى. هلا حبايبي انتهيت من طحنهم، ما شاء الله لون هالشوندر شغل. هلا مكوناتنا: كاسة الشاي نفسها، طحينة، نفس الكاسة لبن، ألبان، زبادي يعني ناقصة شوي، يعني 3/4 الكاسة. هلا عندي معلقتين صغار ملح، أنا حبيت زود ملحاتهم لأنه الشوندر دائما بتمم حلوان، قد من حطينا له بتمم عاطي طعمة هيك حلاوي. عندي نص دبس رمان، إذا بتحبوا تحطوا عصرة ليمون أو براس المعلقة ملح الليمون اللي بتحبوا. أنا اكتفيت دبس الرمان. هلا بدي أخلطهم مظبوط. هاي هي أكلتنا ومكوناتنا حبايب القلب، هاي من نوع المقبلات، بس بإمكاننا نعملها غدا، نعملها فطور. رمضان كتير كتير طيبين، يعني لازم كل يوم تنعمل. أنا حبايبي بعمل كمية وبحطها بالفريزر، ما بتأثر منوب بلاقيها جاهزة. حبايب القلب برجع لكم إن شاء الله تعالى، بس كفيهم هيك خلط منيح مرحلة التقديم بإذن الله. حبايب القلب، هي انتهت وصفتنا لليوم، وكتير سهلة وبسيطة، ما أكلت 10 دقايق معنا. طبعا زيت الزيتون بطيبها كتير كتير فوق ما أنا طيبة. بسم الله بسم الله يا محمد الشفاعة. طعمتها حبايب القلب كمان إذا بتحبوا تضيفوا لها سن توم مدقوق منيح كمان بتعطي نكهة، بس أنا بصراحة ما بحب التوم مشان هيك. حبايب قلبي جربوا طيبة قد ما تتخيلوا، طيبة ومفيدة جدا جدا جدا. حبايب القلب إن شاء الله يكون الفيديو هيك نال إعجابكم، لا تنسونا باللايك. السلام عليكم ورحمة الله.